السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. وبدل ما اطول عليكم ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بأحلى لايك وكومنت محفز، ويلا بينا. وبتبدأ المية كلها اللي هي تتحرك، وبتبدأ ساعتها ان حاجات تظهر من المية، وبيكون في هياكل عظمية بتبدأ اللي هي تظهر، وكل اللي بيشوفها بيترعب على طول. وبيكون عدد الهياكل ده كبير جدا، ولي نفسه بيكون مش مائز من النوم، وبيقول في نفسه في هنا على الأقل أكتر من مليون جثة مدفونة تحت الأرض. والقائد بيقول دلوقتي بقت طاقة النار مش مستقرة. يلا بسرعة ما تفقدش أثر الطاقة، ليه لازم اللي انت تجاوب بسرعة، دي هي الفرصة الوحيدة بتاعتنا. فليه بيقول له طب اسكت بس شوية، عايز لا ركز. وفجأة بياخد باله من حاجة وبيقول أخيرا جبته، وبيسلط قوته على مكان معين وبيظهر الطائر ده أخيرا. وساعتها كل العيال بيترعبوا من منظره وضخامته، وكلهم بيبدأوا اللي هم يجروا عشان بيكونوا خايفين اللي هم يموتوا منه. إنما ينغي بيقول محدش يقلق منه، الطائر ده أصلا فعلا ميت، بس أول ما أقدر إن أنا أحط قلب الكريستال ده جوه جسمه هيقدر اللي هو يعمل كرات النار بتاعته. وفعلا بيهاجم بالحجر ده على طائر، والحجر بيخبط في الطائر وبيخش جواه، والطاقة بتتفجر من حواليه. وساعتها ينغ الطوبة اللي تحت رجله بتتكسر وبيتزحلق وبيكون هيقع في النهر. وبيقول في نفسه لحظتها انا لو وقعت في ميه النهر ده دلوقتي ممكن جدا ان انا اموت. انما في حد بيمسكه، لما بيبص بيلاقيه شياو، والشياو بيقول له امسك كويس. انما للاسف كمان هو بيتزحلق، انما بيلحق اللي هو يمسك ويطلع بسرعه. وينغ بيقول له شكرا ليك جدا على انقاذي، احنا لازم اللي احنا نشتغل مع بعض كويس عشان نقدر اللي احنا نخرج من هنا بامان. وبيحصل في اللحظه دي انفجار، وطار النار بيكون بيعمل كور نار كبيره. وينغ بيقول الطائر اللي هناك ده خلاص بدأ اللي هو يتحول، هو اندمج خلاص مع قلب الكريستال ده ادهوله، وباقي دلوقتي اللي هو يخرج النار بتاعته. وكله لازم اللي هو ياخد باله حرارة النار دي اشبه بحرارة الشمس، وفي دخان كتير بيبدأ اللي هو يغطي المكان كله، والدخان ده بيغطي الرؤية عنهم كلهم. والقائد بيقول له كل واحد يخلي باله من نفسه، الدخان ده قادر اللي هو يسيحكم من حرارته. والبخار اخيرا بيبدأ اللي هو يخف، ولما بيبصوا بيلاقوا ان النهر بقى جاف ومفهوش اي ميه، وهم بيقولوا اخيرا اللي احنا كنا عاوزينه حصل. وبيظهر قدامهم ساعتها عدد لا يحصى من الهياكل العظمية، وبيقولوا مفيش اي حاجة هنا الا الهياكل العظمية والموت. والشياو نفسه بيكون خايف، وفي حد جنبه بيقول هو ايه عدد الناس اللي ماتت هنا. والشياو بيقول في نفسه فعلا موضوع غريب، الاقوياء دايما بيتم احترامهم، والضعفاء بيتم دوسهم زي النمل. يلا بينا لازم اللي احنا نتحرك. وبيكون باين عليه اللي هو متأثر من المنظر. وينغي بيقول فعلا احنا لازم اللي احنا نتحرك من هنا حالا. وبيضطروا اللي هم يمشوا على الهياكل العظمية ويقعدوا يدوسوا عليها، وكلهم بيكونوا مرعوبين، والهياكل عمالة بتتكسر تحت رجلهم. وبيقدروا أخيرا اللي هم يعدوا للناحية التانية من النهر، وبيكون في نور كبير جدا قدامهم بيعميهم كلهم، محدش بيقدر اللي هو يشوف منه. وفي حد بيقول النور ده قدر اللي هو ينور الكهف ده كله، هو جاي منين؟ وليه بيقول له واحنا مش المفروض اللي احنا خلاص هزمنا المتاهة بعد ما بخرنا النهر، هو ايه ده؟ انما اول ما بيفتح له بيلاقي اللي هم راحوا المكان تاني، وكلهم بيكونوا مرعوبين وبيقولوا واحنا فين، ايه المكان ده؟ وينغي بيكون فرحان وبيقول هي دي المنطقة اللي عجز الامبراطور واسليف اللي هم يوصلوا لها. ففي واحد على طول بيقول يعني انت عايز تقول ان قطرة الدم ممكن ليه تكون هنا؟ فليه بيفرح وبيقول يبقى يلا بينا نروح نجيبها. فعلى طول القائد بيوقفه بيقول له استنى، ما فيش الا قطرة دم واحدة بس، وعدد الاشخاص اللي هنا هم 10، فازاي هنقدر ان احنا نقسمها؟ فينغي بيقول هو فعلا في قطرة واحدة، انما الطاقة اللي فيها مستحيل ان واحد لوحده يقدر اللي هو يستوعبها، احنا ممكن ان احنا نمزجها بالمية وتتقسم علينا كلنا. وكلهم بيفضلوا اللي هم يقولوا فعلا ده ممكن يكون حل كويس. لا طبعا ده مستحيل اللي هو يكون حل كويس. والقائد بيكون معترض وبيقول ازاي هنقسمها لاجزاء متساوية ما بيننا. وكل الموجودين بيبدأوا اللي هم يتهموه بالانانية، واللي هو عايز ياخد قطرة الدم دي لنفسه لوحده. ففي واحد بيقول فعلا احنا اقوى منك، والتقسيم هيكون كالاتي: كل اللي في مرحلة اليانغ هياخد نقطتين، انما كل اللي في مرحلة التشي هياخد نقطة واحدة. ويانغ بيتعصب ويقول لا طبعا انا مش موافق على الموضوع ده، حتى اللي في مرحلة التشي اللي هنا ساهموا كتير علشان نقدر اللي احنا نوصل لهنا، وعلى راسهم كان شياو، وعشان كده لازم اللي احنا نشارك القطر دي بالتساوي. فالقائد بيقول شياو انا مش شفتوش بيعمل اي حاجة الا اللي هو انقذك، انما حتى الباقية ما عملوش اي حاجة. انت لو عايز اللي انت تعطف عليهم ممكن اللي انت تديهم جزء من حصتك، انما انا مش هتنزل عن اي حاجة مني. وفعلا في واحد كمان بيقول ماشي اديله حتة من حصتك، احنا الاقوياء مش هنتنازل عن
حصتنا. وليه بيقول في نفسه دول فعلا اغبياء ومش عارفين مدى قوة شياو. فليه على طول بيروح جنبه وبيقول له انا عايز بس اللي انا الفت نظرك كل حاجة، شياو ده قوي جدا، انت ممكن اللي تتنفسه في اي حاجة انت عاوزها وهو اكيد هيكسبك علشان هو قوي جدا واكيد مش هيرضى بحاجة قليلة. تمام، انت لو تقدر تعمل حاجة انا مش هقدر اللي انا اعملها، فانا هديك قطرتين. فالشيو بيضحك وبيقول له انت غبي، وفي لحظة واحدة بيكون بيتحرك بسرعة رهيبة وكلهم بيقولوا هو ناوي اللي هو يعمل ايه ولا يروح لفين، وكلهم بيبدأوا اللي هم يجروا وراه ويقولوا له اقف. والشيو بيقول في نفسه دول اغبياء جدا عمالين بيتخانقوا على حاجة لسه اصلا ما جابوهاش. هيقال وقف الولد ده وهو بيبص جنبه وبيلاقي ان في هجمة جاية عليه، انما هو بيقدر اللي هو يصدها وبيحصل الانفجار وهو والقائد بيطيروا في الهواء وهو بيقف على شجرة وهما الاتنين بيبصوا لبعض بتحدي. والقائد بيقول له انت لو عايز اللي انت تاخد القطر كلها لنفسك فانت لازم اللي انت تعدي مني انا الاول. فشاو بيقول له لا ده مش وحش خالص اللي انت قادر اللي انت تواكب سرعتي. والقائد بيتعصب وبيقول في نفسه ده بيستهين بيا، انا مش بس قادر اللي انا اواكب سرعتك انا كمان هقدر اللي انا اقتلك. وبيجهز هجمة وبيتحرك بسرعة كبيرة جدا عليه. والشاو بيقول في نفسه ده واضح اللي هو فعلا سريع. فالشاو بيتحرك بسرعة وبيصد الهجمة بإيده. والقائد بيتعصب وبيقول في نفسه هو ايه اللي حصل ده، ازاي قدر اللي هو يصدها. والشاو بيقول له شكرا على ضربتك دي، قدرت اللي هي فعلا تحركني بسرعة. وبيتحرك بسرعة كبيرة والقائد بيكون متعصب مش مصدق اللي حصل وبيقول ازاي يستخدم ضربتي علشان يكتسب السرعة دي، انا هوريه. وبيجري وراه وبيقول له تعالى لهنا. والشاو بيقول في نفسه روحه القتالية عمالة بتساعد من سرعته، بس لو الموضوع انا كمان هزود من سرعته وقوة حركتي. وبيبدأ اللي هو يستخدم الرياح والقائد بيكون وراه بيقول له انت مستحيل ان انت تتفوق عليا سواء في السرعة او في القوة، انت في مرحلة تشي وانا في مرحلة ينغ. والقائد بيتحرك بسرعة وفجأة بيكون جنبه والشاو ما بيكونش مستوعب سرعته دي. والقائد بيقول له اوعى تحلم اللي انت تقدر اللي انت تهرب مني، ده مجرد حلم. فالشاو بيقوم ناطط بأعلى حاجة عنه، انما فجأة بيحس بحاجة غريبة وبيقول هو إيه اللي بيحصل ده، ايه الضغط الكبير اللي جه عليا مرة واحدة ده. وهو ما بيكونش قادر اللي هو يتنفس ويدوب بيقدر اللي هو يعمل شوية حركات وهو في الهوا عشان يقدر ينزل على الأرض. وبيكون تعبان أوي وبيقول أنا يدوب قدرت اللي أنزل بشوية سلام. هو إيه الضغط الهايل ده أكبر بمئة مرات عن الجاذبية العادية. والقائد بيكون فيه وبيقول له هو انت فاكر ان انت تقدر تهرب مني، انما بيقع على الارض وقعه جامده قوي. والشاوي بيبص له باستهزاء وبيقول له طالما انت مش قادر ان انت تجري ورايا بتجري ليه. والشاوي بيقول في نفسه الضغط القوي ده بدا اول ما احنا خرجنا من الغابه، فاكيد في حاجه قريبه من هنا هي اللي عامله الضغط ده. وفجاه بيشوف حاجه بعيده وبيكون وحش قاعد. والشاوي هم بيشوفوا بيترعبوا وبيقولوا هو معقول الضغط الهائل ده كله بسبب قوه الوحش ده؟ بس اللحظه دي مجرد جثه، يعني هو جثته بس قدر اللي هو يعمل كل الضغط ده. والشاو بيجي على نفسه وبيقول حتى لو الضغط كان اقوى ب100 مرة عن الجاذبية العادية فده مش كفاية خالص اللي هو يوقفني. وبيقوم وبيبدأ يستخدم كل قوته وبيبدأ اللي هو يتحرك. وبيقول في نفسه عشان قطرة الدم اللي طلع من حجر الدمار لازم اللي استحمل كل الألم ده. والقائد بيكون في الأرض ومش قادر اللي هو يتحرك ويدوب بيزحف وبيقعد يقول استنى هنا ما تمشيش. وبقية العيال بيوصلوا بيقولوا اهوت هناك يلا امسكوه. انما كلهم اول ما بيقربوا الجاذبية بتوقعهم على الأرض زرع بصل. والشباب بيقولوا فعلا كلهم مجرد أغبياء. وفي ولد بيقول هو ايه اللي بيحصل ده، فعنغ بيقول في شوية أشخاص أقوياء قوتهم بتفضل موجودة حتى بعد موتهم، وبقوة حياتهم بيعملوا هالة قريبة من جسمهم ممكن اللي هي تعمل الضغط ده، زي مثلا الجثة اللي هناك دي، ده ممكن اللي هي تكون أقوى شخص في العالم. بس معنى إن الضغط ده لسه موجود وإن المعبد هنا والمكان اللي احنا فيه إن قطرة الدم لسه موجودة ومحدش أخدها. وليه بيقول مش هتبقى لوحدها، لما طالما الضغط ده كله موجود هنا يبقى أكيد في أكتر من كنز جوه، وكلهم بيكونوا على الأرض ومش قادرين حتى اللي هم يزحفوا. والشيو بيكون هو الوحيد اللي ماشي ولا كأنه سكران وبيكون عمال بيطوح يمين وشمال. والقائد بيقول له شياو اقف انت لسه مش مؤهل ان انت تاخد قطرة زي دي. وكل عيال بيقعدوا يقولوا له ايوه استنى ما تكملش، والضغط بيبقى شديد جدا عليه. والشيو بيقول في نفسه بسبب الضغط ده انا ما بقتش قادر ان انا اركز بسبب صداعهم. وهو بيلف لهم بيقول لهم يسكتوا بطريقته وهم كلهم بيتعصبوا. واخيرا شيو بيقرب من الجثه وساعتها ينغ بيقول له اضربوا يلا بسرعه علشان الضغط يمشي من علينا. فشيو
فالشاو بيقول له شكرا عشان عرفتني، بس انا كان اعدي من غير ما المسه. وفعلا بيعدي من جنبه، ويانغ بيقول ده يقدر اللي هو يعدي من جنبه، وبيكون اصلا مصدوم عشان المفروض الضغط اللي هناك يكون عالي جدا. ففي واحد بيقول شاو من فضلك خدني معاك، انا مش هعترض على اي حاجه تقولها بس خدني معاك. وكلهم بيبداوا اللي هم يتوسلوا له اللي هو ياخدهم معاه. والشاو بيعدي من جنب الجثه وبيبص عليها وبيقول هو يا ترى ايه اسم القائد ده، وبيكون ماشي وبيكون هيقع، وبيقول في نفسه لا مستحيل انا ابقى وصلت لحدودي دلوقتي، واضح لا لازم اشحن طاقتي حالا. وبيطلع الحجر الميت اللي هو كان اخده وبيبدأ اللي هو يتأمل بيه وبيقول بقوة السماء والارض انا بس دلوقتي محتاج شوية حظ عشان اقدر ان أنا اتعامل. وفي طاقة كبيرة بتطلع من الحجر وبتبدأ اللي هي تمشي في عروقه وتخش جسمه، وهو بيقدر اللي هو يقف من تاني. وبيقول في نفسه هي قوة الضغط هي اللي قلت ولا انا اللي بقيت اقوى وقدرت ان انا اوصل لمستوى 9 من تصلب الجسم. الضغط ده فعلا ساعدني على اختراق المستويات. وبيفتح الباب وبيخش اخيرا، وهو بيقول انا اخيرا دخلت. وبتكون قاعة عملاقة، وشيو بيقول القصر ده احسن من قصر امراء القطار. وبيكون في لوحة متعلقة وعملاقة موجودة على الحيطة، وبيقول مفيش الا صورة عملاقة موجودة في قاعة عملاقة زي دي. وهو بيبدأ اللي هو يتأملها وبيقول في شوية حاجات ما بتتغيرش، حتى لو قعدت 1000 سنة ترجع لورا هيكون دايما في حروب موجودة كتير في العالم على القوة. والصورة دي غريبة جدا. وهو أول ما بيلمسها العينين بتبدأ اللي هي تنور، وفي إضاءة كبيرة بتبدأ اللي هي تخرج في المكان. وشياو أول ما بيبص بيلاقي إن في طاقة عظيمة بتخرج من اللوحة، وبتبدأ اللي هي تحوط شياو. وهو بيبدأ اللي هو يصرخ وبيقول أنا جسمي بالمنظر ده كان يتقطع من الألم. والوشم كمان اللي على كتفه بيبدأ اللي هو ينور، وقوة الوشم هي كمان بتخرج مع قوة اللوحة. وساعتها شياو بيبدأ اللي هو يحس براحة، وكمان الحجر بيتحرك وبيتدمر وبتخرج منه قوة التنين، وبتبدأ اللي هي تلف حوالين شياو. وساعتها فجأة كل القوة دي بتخش جواه، وفي وشم جديد بيتحط على قفاه. وفي لحظة واحدة كل حاجة بتختفي واللوحة معاهم. والشياو بيقول هو ايه اللي حصل، وليه اللوحة كمان اختفت؟ هو انا كنت بتوهم كل ده ولا ايه اللي حصل؟ وبتظهر في اللحظة دي اخيرا قطرة الدم اللي طلع من الحجر الدمار، وبتقع على وشه وهو بيجي اللي هو يمسحها. وبتقع في اللحظة دي كمان واحدة تانية عليه، وهو بيقول هو معقول ان دي تكون قطرة الدم بتاعة حجر الدمار؟ وعلى طول بيبدأ اللي هو يتأمل عشان يمتصها. والشاو بيقول في نفسه غريبة جدا، يانغ قال اللي يستخدم القطر دي هيقدر على طول اللي هو يخترق لمستوى اعلى. وبيبص على مكان اللوحة وبيقول هو معقولة ان القائد اللي كان موجود في اللوحة دي هو اللي استخدم قطرة الدم قبلنا؟ والشاو بيبص على كتفه وبيقول الختم اللي موجود على الوشم اللي على كتفي اللي حطه هو جدي وكمان روح الارض. والشاو بيقول اخيرا بدأت اللي انا احس بشوية راحة، ومحتاج اللي انا احرك جسمي فعلا شوية. والجثة فجأة بتبدأ اللي هي تعيط وتبدأ اللي هي تتبخر، والضغط اللي كان موجود على كل العيال بيختفي. ويانغ بيقول هو ايه اللي حصل وازاي الجثة اختفت والضغط راح؟ وكل العيال اول ما بيلاقوا ان الضغط اختفى بيقولوا قطرة الدم لازم اللي احنا نلحقها. وكلهم بيجروا باقصى سرعتهم لجوه علشان يشوفوا فين قطرة الدم. والقائد بيقول سلمنا بسرعة الكنز اللي انت اخدته. انما بعد كده في حد بيروح لمكان الجثة وبيمسك السيف بتاعها، وبيقول بعد ما الجثة اختفت ما فضلش منها حد دلوقتي الا السيف بتاعها، فاكيد السيف ده ليه قيمة كبيرة جدا. وهو اول ما بيمسك السيف بيختفي وبيتحول لخاتم. وكلهم بيخشوا لقاعه وبيقولوا شياو فين، هي فين قطرة الدم؟ فشياو بيقول لهم هو انتوا ازاي قدرتوا تتعاملوا مع الضغط اللي بره؟ فليه بيقول له جثة القرد ده اختفت في الهواء واتحللت. ماشي تمام كان فهمت. وبيقول في نفسه اكيد الموضوع ده ليه علاقة باختفاء اللوحة اللي حصل لي من شوية. ففي واحد بيقول سلمنا دلوقتي احسن لك يا شياو القطر، يا اما ما تلومناش على اللي هيحصل فيك. فالشياو بيقول له هو انت ليه متأكد اللي هي معايا، وليه متأكد اصل ان هي موجودة؟ وحتى لو معايا ايه اللي يضمنك لما استخدمتهاش؟ هو انت فاكر ان انا غبي؟ السحر والضغط وكل حاجة هنا بتثبت ان قطرة الدم دي موجودة، ولو انت كنت استخدمتها كان زمانك ميت دلوقتي. والقائد بيتعصب ويقول خليها ان احنا نضربه دلوقتي، بعد كده نبقى نعذبه براحتنا علشان يعترف على مكانها. فالشو بيقول في نفسه هو عاوز اللي هو يضربني يبقى خلاص بقى ما حدش يلومني، وبيتفادى الضربة بتاعت القائد
وبيضربه براسه بيخليه اللي هو يبدأ ينزف دم، وبيحط رجله على الأرض وبينط عالي وبيقول ما عنديش وقت اللي أنا ألعب معاكم دلوقتي، سلام. وبيخرج من المكان بسرعة، إنما في حد بيقول له اقف، ولما بيبص بيلاقيه ينغ، وبيبدأ اللي هو يجهز هجمة علشان يوقفه، وهو بيحط ايده علشان يوقفها. والشاو بيقول في نفسه الضربة دي فعلا كانت قوية، وبيطير منها. وينغ بيقول له انت عايز ان انت تهرب، وفي حد بيجي من وراه بيقول انا همسكه دلوقتي، انما قبل ما ايده تلمسه شاو بيكون اختفى وبيكون طاير في الهواء. وفي حد بيقول هو سيد فنون قتالية بجد علشان يقدر يطير في الهواء ويكون بالسرعة دي. فالقائد بيقول غبي، لو كان فعلا سيد فنون قتالي ما كانش زماننا كلنا اللي احنا واقفين هنا، كان زمان اللي هو قتلنا. والقائد بيبدأ اللي هو يجري وراه على الارض، والشاو بيكون في الهواء. والشاو بيبص تحته وبيلاقي كهف بينزل على الارض، والقائد بيمد ايده علشان يمسكه، انما الشاو برجله بس بيقدر اللي هو يوقف القائد. والقائد بيضخ طاقة كبيرة في ايده، فالشاو بيقول في نفسه في لحظتها ده قدر اللي هو يعزز من طاقة جسمه بالتشي بتاعه، فعلا كان لازم اللي انا اقوي الذراع بتاعتي. والقائد والشاو بيبصوا لبعض في تحدي، وبيحصل انفجار ما بينهم. انما القائد بيروح له تاني وبيقول له انت عايز اللي انت تهرب مني؟ فالشاو بيرجع لورا، والقائد بيقول له اهرب زي ما انت عايز، مش هتقدر ان انت تهزم 9 مننا مع بعض، احسن لك اللي انت حالا تسلم لنا القطر وتنجو بحياتك. انما الشاو في اللحظه دي بيشوف اضاءه من ورا جوه الكهف، والشاو بيقول له خد بالك وراك. وبيحصل في اللحظه دي انفجار من الكهف بيطير القائد لبعيد وبيوقعه على الارض، والعجوز والسواق بيخرجوا من الكهف. انا كل اللي كنت متوقعه منكم اللي انتوا بس ترسموا الخريطه، ما قدرتش اتوقع اللي انتوا كمان هتقدروا اللي انتوا تحلوا الكهف وتخرجوا منه. والعجوز بيقول صحيح، هو فين السليل بتاع واحد من المؤسسين؟ وينغ بيقول كان موضوع وحش ده عايزني. فالعجوز بيقول لهم مش عايزين تعترفوا مش مشكله، انا كده كده بحب اللي انا اعذب الناس لحد ما يعترفوا، الموضوع بيكون ممتع. والقائد بيكون مغمى عليه في الارض. انا ما توقعتش ان حظي هيكون معايا للدرجه دي، واللي انا هقدر اهزم واحد فيكم هيكون اقوى واحد بالسهوله دي وعن طريق الصدفه. بس لحظه، انتوا ازاي قدرتوا اللي انتوا تشوفوني؟ فالشاو بيقول له انتوا كنتوا طول الطريق عمالين اللي انتوا تجروا ورانا. والعجوز بيقول في نفسه لا طبعا مستحيل، احنا كنا طول الطريق عمالين ماشيين في الظل وكنا واخدين بالنا جدا ان محدش يسمع لنا اي صوت، ازاي ده قدر اللي هو يشوفنا؟ لا انت اكيد كذاب، بس مش مهم هبقى اطلع منك الحقيقه بعدين. والشاو بيقول في نفسه هما الاتنين في عالم اليانج، فرصة اللي احنا نكسبهم قليلة جدا. وهو بيبدأ اللي هو يبص لهم وبيقول في حاجة غريبة، هما الاتنين في عالم اليانج وانا المفروض ان زراعتي في مستوى التشين، هو انا فعلا ازاي قدرت اللي انا اشوفهم؟ هما اقوى مني بكتير، هو ده ممكن يكون بفضل نقطة الدم اللي وقعت عليا؟ والعجوز بيبص لهم وبيقول لهم طالما هتسلموني حالا الكنوز اللي انتوا جبتوها فانا هسيبكم اللي انتوا تمشوا وتروحوا، وساعتها مش هعذبكم، بس مش هديكوا ال 300 عملة ولا الخمس أحجار دول. فالشاو بيقول في نفسه ده عايز اللي هو ينصب عليها من تاني. فليه الواطي ده بيقول الكنز جوه ده هو ده اللي عمل كل حاجة، عذبه يا باشا اقتله يا باشا، بس أنا ماليش دعوة. فالشاو بيروح وبيضربه وبيقول له غبي، أنت فاكر اللي هو هيسيبنا اللي احنا نمشي المكان ده محمي من قبل المملكة وهو اتحرم كمان من قبلها، وحتى ما ينفعش إن أي حد يمشي قريب من هنا، العجوز ده استحالة اللي هو يسيبنا اللي احنا نمشي. فالعجوز بيقول مين اللي قال لا مش هسيبكم في حالكم؟ طالما هتدوني كل الكنوز اللي انا عاوزها فانا هسيبكم اللي انتوا تمشوا في حالكم. فالشاو بيقول في هنا 5 اشخاص في عالم ليانج و5 تانيين في عالم التشي، فانت فاكر بجد ان حاجه بالقيمه دي هتكون معايا انا؟ فالمتخلف اللي اسمه ليه ده بيقول اقسم لكم ان الكنز جواه هو، ولو ما كانش جواه صاعقة برق تضربني دلوقتي. والشاو مش بيكون هيتجلط، لا هو خلاص اتجلط. والعجوز بيقول خلاص انا مصدقك. فالشاو بيقول في نفسه واضح ان الموقف دلوقتي بقى وحش، العجوز ده مش هيصدقني مهما قلت دلوقتي. وليه بيقول هو انا ممكن دلوقتي اللي انا امشي وانا بوعدكم كلها مش هتكلم عن اي حاجه انا شفتها هنا، تمام يغور من هنا. وهو بيكون فرحان وبيقول شكرا ليك، وبيبدا اللي هو يجري وبيقول في نفسه انا اول ما اخرج من هنا ساعتها هبلغ عنكم وادمركم تماما، وده هيكون انجاز عظيم بالنسبه لي. وبعد يا دوب ما بيمشي كام خطوه بيلاقي نفسه اللي هو بيتقسم لنصين وبيموت في لحظته. بيكون السواق هو اللي عمل كده، انما السواق بيقول لحظه اللي انا قتلته ده مجرد وهم، وبيبص وراه بيلاقي ليه لسه موجود. والسواق بيقول الولد ده قادر اللي هو
يتحرك بسرعة. وليه بيقول في نفسه أنا لولا الروح القتالية اللي هي بتقدر ليه تكتشف الخطر كان زماني اللي أنا ميت دلوقتي. وبيبص للعجوز وبيكون متعصب وبيقول أنت بتخوني. فالعجوز بيقول أنا وعدت اللي أنا هسيبكم تمشوا، بس هو ما وعدش وهيقتلكوا كلكم. صحيح بالمناسبة أنا نسيت اللي أنا أقول لكم إن هواية الراجل ده هو تقطيع البشر، سفاح الجيزة في نفسه. والسواق ده بيقلب على وحش حرفيا. وليه بيكون مرعوب وبيقعد يجري ويقول يا ماما الحقيني. والشاو بيقول محدش يهرب، لو عايزين اللي انتوا تعيشوا لازم اللي انتوا تقاتلوا. ففي واحد بيقول احنا لو قتلناهم اكيد هنموت. فالشاو بيقول له انا هتولى امر العجوز وانتوا اهتموا بالسائق، واول ما تقتلوا تعالوا ساعدوني في العجوز. وكلهم بيكونوا مستغربين من الكلام حتى العجوز، وكلهم ما بيكونوش مستوعبين واقفين مكانهم وبيقولوا هو انت بتقول ايه؟ فبيقول لهم انا هقتل امهاتكم يلا بسرعه وفوقوا واتحركوا. وبيشوط حجر بقوه كبيره على العجوز. والعجوز بيقول انا هقتلك، بس بيقول في نفسه ده مجرد حجر عادي، وانه يكون فيه قوة كبيرة بالمنظر ده فده مش اي حد يقدر اللي هو يوصل للقوة دي. فالعجوز بيقول له ما تهربش من قدامي. وبيقول للسواق انا هتولى امر ده وانت تولى امر بقية العيال دول. فالسواق بيقول او الوحش ايهما اقرب تمام اول ما ترجع هيكون في 9 جثث، بس انا مش ضامن اللي انت هتلاقي جثة حتة واحدة. فينغي بيقول شيء مع حق احنا لو ما قتلناش الراجل ده فاحنا اكيد هنموت. وروني دلوقتي ازاي هتقدروا اللي انتوا تعيشوا. وبيبدأ اللي هو يهاجم وهم كمان بيهاجموا عليه، وهو بيقول 4 في مستوى اليانغ و4. ودي للاسف كانت نهايه الفيديو بتاعنا، فما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم الفيديو جديد اول ما ينزل، اللي هو هيكون بكره ان شاء الله طبعا. وتدعمونا باحلى لايك وكومنت محفز عشان تساعدونا في اللي احنا نكمل تنزيل. وصلوا على النبي. وكان معاكم ميدو احمد، سلام.